اصحى. كل سنه وانتم طيبين. صباح يا حاره حراميه يا اولاد الكلب. والفول الحلوين ولا انت اللي بتقولي ايه؟ واللي ملوش خير في زيز. اللي جاي قبل الفجر ما يقدر بدقيقه. فلوس يا رب. اصحى يا عاطف يا حرامي. بالراحه على اساسات العماره هتعيشينا تحت الانقاض. المفروض ان ده برومو مسلسل رمضان كريم اللي هو الشعب المصري اعتبره ايقونه شهر رمضان. يعني الناس خلاص نسيت وحوي وحوي اياحه واهل رمضان بتاعت عبد المطلب، باعوا عبد المطلب في لحظه، وبقي مسلسل رمضان كريم اللي لسه معمول من 3 سنين ولا 4 سنين بقى هو الايقونه. بقيت انت بتفتكر رمضان برمضان كريم، فاول ما تشوف مسلسل رمضان كريم يا الزمن الجميل وتقعد تمصمص، مع ان المسلسل كان مليان يعني فيلم ثقافي بالنسبه له. مسلسل امام الدعاء يعني ده تقريبا ده الجزء الثاني من فيلم ثقافي، بس هم نسيوا وقال لك ده رمضان كريم الجزء الثاني. انا عايز اعرف لما ده رمضان كريم امال الميري كريسماس بيعرضوا ايه؟ مش فاهم يعني احنا يعني في الفالنتين داي المفروض يتعرض ايه؟ ومش لازم يتعرض على DMC دراما ولا اون دراما، ده المفروض يتعرض على نتفليكس. يعني لما مثلا الراجل اللي هو اسمه رمضان كريم، الراجل الكبار، الراجل الوحيد اللي فيهم الحسن اللي في المسلسل اللي سموا اسم المسلسل على اسمه رمضان، اللي هو بيسحر الناس، بيسحرهم، بيعايرهم، بيندع على الناس بالشغلانه بتاعتهم. اصحى يا عاطف يا حرامي. يتقبل منه صيام ازاي ده تاخده قدوه ازاي يعني في المسلسل؟ وبيتنمر على بنته، يعني هو بيذل الناس ويعايرهم في الحاره وبيتنمر على بنته. طيب وجايبين لك بعد كده ان ايه؟ جايبين لك بقى السحور فول بالسبعات تقريبا، تمام؟ الفول متلغم حشيش، اللي هو بدل ما تعمل فول بالزيت الحار لا غالبا معمول فول صوابع. فانت متخيل انت ده الكوليكشن بتاع المسلسل ازاي؟ ده اسمه رمضان كريم. ده انت يا ابني، ده انت لو عامل مسلسل ازدراء اديان مش هتعمله بالحبكه دي. المخرج حس انه يعني ايه، ان هو ما افطرش صائم زي ما هو كان عايز. هو فاهم حمله افطار صائم يعني 90 عايز يفطر 90 مليون، هو النيه موجوده بس هو يعني خانوا التعبير، هو عايز يفطرنا حرفيا. يعني هو الراجل كانت في نيته ان هو حمله، هو سمع بس يعني خد نص الكلام وجري، الشيخ ما لحقش يكمل له. توداي از ماني. ابيض على الابيض على قياس اللي في جيبه الماس. تعرف ايه عن القضا المستعجل؟ انا فتحت عليها على الدنيا لقيت امي شقيانه. انا من ساعه ما ابويا ما مات وانا شايله كل حاجه لوحدي. انا قلبي بيفضل اللي جواه ونشف من كتر البقعه اللي باعوني وخلقوا بيا. صعايده ولد رجاله وعشنا شجانين وهنموت ابطال. انا من شبرا، بنات شبرا ما يتعلمش عليه. اللي جبل التاني حلال على التاني، العيار اللي اتضرب ما بيرجعش تاني. لو الكلام ده لينا يبقى انت من قاعدينا. لو الاصول ما نفعتش انا ايدي ما اتقطعتش. اخوك على قده بس مفيش حد قده. مقارنه مفيش مقارنه. انا بابا المجال. راجل ظالم المقسم ما فيهوش عصب، هيفكر يحوش، هلبس حريم عرض. انا اسمي طارق قماش، حاكم دار المحروسه كلها. ما تقلقش، الحقيقه ما بتبلعش سمنها. طب اللي عشان النبي يصلي عليه ويسمع الكلمتين دول عشان مش هقولهم تاني. شايف نفسه لسه في عافيه تجري يقف قصادي. بذمتك حسيت بفرق؟ يعني هم لو ما كانوش عملوا لك برومو لكل مسلسل لوحده وعينوا لك العجن ده على بعضه كنت هتحس بفرق؟ كنت هتحس ان هم حتى ان هم غيروا الممثلين، غيروا المشاهد، يعني ده حتى كلهم شنباتهم واحده. يعني اللي لزق تقريبا السوليتيب اللي لزق بيه الشنبات كله نفس السوليتيب، الكلام نفس الحكم، كلهم جواهم جخ صغير، كلهم بيقولوا ما شاء الله بيرصوا حكم، كلهم بيتسابقوا مين اللي حكمته اتعلم على اكبر عدد من التكاتك في مصر اكتر من التاني. عشان كلهم طلع عندهم انيس منصور اللي جواه. يعني تحس ان خلاص كل الكلام بقى مترتب سجع، كله بيسجع، كله بيجخ، وكلهم بيتخانقوا وكلهم فتوات، كلهم فتحت صدرهم، مفيش حد بيتضرب. على رأي توفيق الدين لما كل ده بيضرب وكل دول فتوات، امال مين اللي بيتضرب؟ ما نفهمش. وتحس دخلوا في بعض كلهم. يعني انا شوف لما جريت لك الدنيا بيغيرش. يعني مره مصطفى شعبان شايف ان الدنيا دايسه عليه على وشه وامه ومش امه، وبعد كده ياسمين عبد العزيز بتقول لك ان يعني مش عارف اتولدت يتيمه وامي ومش امي. فتحس ان بص يعني هم كلهم رايحين في سكه الصعبانيات الشحتفه، ان انت في الاول احنا هنصعب عليك عشان بعدين لما ندوس على وش المسلسل كله ما تزعلش. يعني لو شفتني ماسك في زمارة المخرج يبقى بص تعذرني، تقف معايا، تكمل معايا، تشد معايا، تشد من أزري. احمد العوضي راجل مكمل في ايه، في الالفاظ، في الالقاب بتاعته. ما فيش حد في العيله مثلا ممكن يبقى اسمه احمد، علاء، محمود، مصطفى،
هيثم مفيش، لا هو كلهم يعني اسامي هجامين. كوماندا مش عارف، وقبل كده كان الخديوي، اسامي بيتخانقوا باساميهم، داخل عركه باسمه يعني اللي هو ايه. طب مفيش حد خالص يعني، مفيش، كلها اسامي محلات موبايل، كلها اسامي يعني محلات جزار، يعني مفيش اسامي عاديه خالص، دي اسامي محلات. دي انت بتعملها كاسم عشان تشد الزبون، لكن انا ليه تسمي نفسك كده؟ يعني هم محمد ومحمود ومصطفى وبلال دول يعني دول مش بني ادمين، مش مصريين، دول معاهم الباسبور الفرنسي. استاذ رمضان يعني قال لك لا يا عم، انا في تطور اهو، انا هحترم الشهر الفضيل عشان خاطر ابويا ومفيش قلع تاني. لا انا اتلخبطت، معلش انا قصدي الاستاذ عمرو سعد. الاستاذ عمرو سعد السنه دي تمام من بعد ملوك الجدعنه وقلع ملوك الجدعنه قال لك يا عم لا يا عم ده توبه. انا مش قصدي هم يعني، انا بتكلم ان هو ده اللي اتمناه، يعني انا ده اللي اتمناه ان هم ياخدوا القرار ده. يا جدعان انتوا بتعملوا كده ليه يعني؟ انا مش فاهم يعني ايه الحكمه من القلع يعني انتوا ما قلعتوش وانتوا صغيرين؟ يعني انتوا صغيرين مثلا كانوا يعني كانوا بيلبسوا كل لبس الشتوي في الصيف، ما كانش في حد فيكم بيشوف سرته، فدي كانت عامله لكم عقده مثلا، فاللي هو كبرتوا فالموضوع طلبت طب ما في مرايات لكل اللي نفسه يشوف حاجاته، كل اللي نفسه يشوف سكس بكساته، في مرايه في البيت. وموضه المسلسلات الصعيدي اللي هو انت يوم ما بتقفل معاك خالص وعايز تنجح بتنزل بمسلسل صعيدي، فتلاقي ان في زربيح، في عركه مسلسلات صعيدي في رمضان، وكله بيعلي على كله، والفكره كلها واحده. يعني انت جايب لي الصعيدي بنفس الاكلاشيهات، بتجيبوا لي يا اما هربان وفي بحري، يا اما عليه طار، يا اما بينتقم، يا اما حد متخلف مش بيفقه شيء غير بالسلاح والعار والطار والكلام ده. مفيش صعيدي عدى عليك مهندس ديكور مثلا، مفيش خالص. مفيش صعيدي مثلا كان عديت مثلا لقيته ان هو راجل عمل كولدير سبيل، كلهم بيخلصوا على بعض، يعني كلهم عليهم طار لبعضيهم، يعني لو هو مش عليه طار لا هو رايح يغسل عار يعني، فاهم؟ المهم ان هو في دم في المشوار يعني. حتى شوف ساجع اهو، يعني لو مش عليه طار رايح يغسل عار، في دم في المشوار. عاوزين تدفنوا راسكم في الرمل وتعملوا مواخدين شمالكم، يبقى الذل اولى بيكم. عايز اعرف نوع السلاح. طب الاستاذ جمال سليمان يعني، طب انت عم انت مش عارف تتكلم سوري يعني، انت متخيل انت يا عيني كنت سوري، فلما بدات مصري رحت بادئ صعيدي، نسيت السوري ومش بتتكلم صعيدي. لسانك محتاج والله منك قعده يعني. السيده لا صعيدي ولا سوري، انت فاهم يعني؟ هو سويدي اللي هو السوري مع صعيدي، فتقريبا انت بتتكلم سويدي. انت راجل عملت حدائق الشيطان واتزقت يعني، اتزق وكان باين جدا برضو ان انت السوري يعني. انت متخيل تجيب واحد من سوريا تكلمه وتخليه يتكلم صعيدي؟ ده يجيب شلل، ده شيء يجيب شلل الاحبال الصوتيه. ده اللسان كويس انه ما بس ملزق يعني، ملزقش في سقف حلقك زي لما الواحد بيحط كان هو صغير لسانه في الفريزر يعني. كويس ان هو الراجل كمل معاك لاخر 30 حلقه. يا اخوانا من قله الممثلين المصريين اللي هيمثلوا صعيدي نجيب سوريين يعملوا صعيدي يعني ليه؟ احنا هنعمل حاجه على الضيق كده، حاجه فيها اثار على سلاح على مخدرات على طار على مش عارف عيله وهدان عايزه تقتل عيله سمعان، وحاجه اخر ودان خالص يعني. فخلاص احنا خلاص احنا عايزين نعمل محتوى صعيدي، يبقى نشوف يا عم نروح هناك الصعيد، نقعد مع ناس صعيده اللي هناك، نشوف افكار جديده، محتوى جديد، نسمع للناس، نشوف يا عم الناس دي دلوقتي ظروفها ايه، هل هي لسه يعني هل هي قاعده في عيشه شخوص وبتعوج لسانها لحد ما يجي لها شلل، وهل مثلا الناس فعلا لحد النهارده العادات بتاعت الجاهليه دي اللي انتوا لسه لحد دلوقتي شايفين، وبتزعلوا لما الناس في هوليوود بتيجي او الاجانب بييجوا من امريكا يجي يقول لك احنا كنا فاكرين ان مصر دي جمال واهرامات. طب ما انت يا عم اللي في القاهره، ما انت فاكر لسه لحد النهارده ان الصعيد ده الناس بتجري ورا بعض يعني، بتجري ورا بعض في الصحراء وعشش وخوص والطار ورا العار ويهديك يعني. انت لسه عصر ذئاب الجبل ده معشش في دماغك ديب. ف يعني خلاص يعني انتوا خلصتوا كل المحتوى بتاع البلطجه اللي في الدنيا، خلصتوه وهتكتوا عرض المحتوى الصعيدي بافكاركم الغريبه الفظيعه، خلصتوها كفايه. وكلها يا اما تنمر يا اما بتعزز عند الناس فكره البلطجه وفكره ان مفيش حاجه اسمها القانون ودوله القانون، وان كل واحد يجيب حقه بدراعه يعني. حتى الطبع الوحيد اللي اختلف في الفكره الصعيدي ان هو اتعمل في اطار كوميدي،
اللي هو الكبير. الخلقه دي بذمتك ليها في النسوان؟ وهي دي خلقه؟ كده انت شايل كنبه يا لهوي، انا لا اعرف صح يعني الحاج السلام. محمد سعد طلع من الفريزر الحناوي عشان يفك من فيلم كركر، وفيلم كركر اساسا الفيلم ده من اول بدايات فشل محمد سعد، فهو ما شاء الله حب يستغل الفشل بدل ما يستغل النجاح، لا هو بيستغل الفشل فبيكرر الفشل. لما تعب بقى، لما هو لقى الليمبي نجح فبدا يحلف في الليمبي ويكرر النجاح بتاع الليمبي لحد ما فشله، فقال لك حلو خلاص كده احنا استلمنا الليمبي اللي نجح فشلناه، نمسك بقى ايه الفاشل يمكن ينجح. انت فاهم؟ هو بيلعب بازل مع نفسه يعني. فراح جايب بقى شخصيه الحناوي وراح ضاربها خلاط مع بوحه وكركر وحاططها لك في ايه؟ في مسلسل الحاج اكسلانس. ما يعرفش ان في فيسبوك وفي ترندات اصلا، فهو لسه عايش في الاكليشيهات والافيهات والكوميديا الصارخه بتاعه بدايه ال2000. انت راجل، انت كنت برنس يعني. حتى الفكره بتاعت فيفا قطاطا لما كنت مسلسل عامله فكره الانتقال عبر الزمن كانت جميله جدا لان الفكره مختلفه، فانت عرفت توظفها صح، فرجعت رجوع كويس. المسلسل ده جامد. انا من الناس اللي فعلا يعني الراجل ده شايفه جيم كاري مصر. محمد سعد حد فعلا ذكي جدا يعني، ذكي من حيث الكوميديا اللي كان بينوعها او بينزل بيها ما كانتش موجوده. يكون عندك دماغ حلوه بس مشكلتك الاستسهال وفاكر نفسك انت المخرج وانت المؤلف وانت المتفرج وكل حاجه، فانت اتقفل عليك تمام في حقبه معينه، حقبه الليمبي سنه 2000 ايام فيلم الناظر، واتقفل عليك. فالافيهات هي بتقعد بقى ايه تفك عمك الحناوي من الفريزر بالافيهات بتاعته بقى، بافيهات ما قبل فيلم كركر كمان. فافيهات ما بتضحكش حد غيرك يعني، وانت نفسك يعني مش هتضحك عليها، لو فكرت فيها هتلاقي مش بتضحك يعني. فانا نفسي ان انت يعني ايه يعني تشوف ايه الدنيا يعني، تشوف انت فينك. طيب ايه الحوار؟ انت بتتخانق مع المخرجين اكتر ما بتمثل، فاهم يعني؟ ما تحسسنيش ان انا ممكن امسك الحلقه الاولى واكمل لك السكريبت، اقفل السيناريو وانت لسه في الاعلانات بتاعت الحلقه الاولى، لسه في الاعلان الفقره الاعلانيه اكون انا خلصت ال 30 حلقه. ما فيهاش كده يعني، لدرجه ان شوف يا راجل من كتر الاستسهال يعني، شوف من كتر ما هو الراجل شايف ان العمليه بايظه والله يعني، الموضوع اهبل والله، بنضحك على نفسنا وبنضحك على الناس. محمد سامي قاعد في قعده صفا كده راح طارش المسلسل بتاعه. عايز يقول لك يا عم والله الموضوع سخيف، انتوا مكبرين الموضوع تريلر وبرومو ومش برومو وزعيق واعلانات و30 حلقه وقله ادب ومصدقين انتوا الكلام ده، انتوا مصدقين الحياه. فراح رازح قال لك ده واحد صعيدي، واحد عمده ذو هيبه اسمه جعفر، ابنه اتخطف منه تمام من 18 سنه ولا 19 سنه، وهيكتشف انه ابنه اصلا كان عايش معاه وكان عايش قريب منه وعينه يعني وشايفه على طول، وما كانش يعرف الحوار ده بعد كده. انت خلاص يا باشا، انت كده ظبطت الدنيا خالص، انت عاش يا اسطى عاش. ما هو الراجل بيقول لك يا عم والله انتوا مكبرين الموضوع تافه وهبل يعني، انتوا مسلسلات بقى وقصه وحوارات. لا موضوع، انا راجل مخرج بقول لك الموضوع كله هبل يعني. فبس يعني شوف انت الراجل الاستسهال وصل لفين، اللي هو يا جدعان انتوا لسه بتقعدوا والله اللي هو بتقعد بقى تقلق وتخاف وتستنى الحلقه، والحلقه النهارده الحلقه 30 ومش انت بتعمل كده فعلا؟ انت عبيط يعني. الراجل بيريحك يقول لك يا عم والله انت عبيط، معلش يعني انا اسف. فانا مش عارف يعني والله يعني الحوار رايح فين يعني. انت عارف الشياطين اللي بتتسلسل دي قاضيه مصلحه عن اللي بيحصل في المسلسلات، بتعمل مصلحه نفعاك من غير ما تحس يعني. اعمل اي حاجه فعلا مفيده غير كفايه مسلسل، هيجي لك تخلف يعني، هيجي لك تول كده يعني. انت اقوى من المسلسلات.